وصفتنا النهاردة اقتصادية ومكوناتها متوفرة في كل بيت. يعني لو عندك شوية دقيق وشوية مية هتعملي بيهم أحلى عيش فينو من غير بيض ولا حليب ولا زبدة. طريقته سهلة وبسيطة وهيطلع معاكي هش وطري وخفيف زي القطن، وطعمه وريحته بقى في منتهى الجمال. يلا بينا نسمي الله ونبدأ وأقولك على الطريقة. عندي هنا نص كوباية مية دافية نزلت عليها بكيس خميرة فورية، والكيس ده 10 جرام، يعني ما يعادل معلقة كبيرة. ضفت كمان 4 معالق كبار سكر وقلبتهم كده مع بعض وغطيتهم وسبتهم على جنب 10 دقايق. وانا هنا عشان هعجن في العجان اخدتهم حطيتهم في البولة بتاعة العجان، ونزلت عليهم بكوباية مية دافية كمان، ونص كوباية زيت، ومعلقة كبيرة خل. ودي طبعا بقى المحسن الطبيعي بتاعنا اللي بيخلي المعجنات هشة. وقلبتهم ونزلت عليهم ب5 كوبايات دقيق، يعني كيلو. وضفت لهم كمان معلقتين كبار لبن بودر، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة ملح. هشغل العجان بقى، ولو لقيت ان العجينة محتاجة مية تاني هزود لها. يعني واحنا بنعجن لو لقينا العجينة ناشفة شوية نزود لها مية. طيب لو لقيناها طرية او زيادة عن اللزوم هنزود دقيق، يعني على حسب بقى. انا الدقيق بتاعي ده، يعني انا حطيت كيلو دقيق اخد مني كوبايتين الا ربع، يعني انا دلوقتي اهو ضفت ربع كوباية كمان، يعني كده كيلو الدقيق اخد كوبايتين الا ربع. هقول لكم تاني عشان ما تتلخبطوش. انا كنت حطيت في الاول كوبايه ونص ميه، رجعت حطيت تاني ربع كوبايه، يعني كيلو الدقيق اخد مني كوبايتين الا ربع. ممكن بقى واحنا بنعجن من الاول نحط الدقيق الاول وبعد كده نزود الميه واحده واحده لحد ما تتكون معانا عجينه لينه. وعشان نلاقي نتيجه كويسه لازم نعجن العجينه كويس. زي ما انتوا شايفين كده العجينه ما شاء الله طريه وعامله زي الملبن. وانا هنا غطيتها وسبتها لمده ساعه تقريبا لحد ما اختمرت وتضاعف حجمها. هنا كانت اختمرت وبقت بالشكل ده. جهزت صينية عليها رشة من الدقيق عشان هكور العجين كده واحطه عليها. ودلوقتي هضغط على العجينة كده بايدي عشان اخرج الهواء اللي فيها، وهبدأ بقى اخد كل قطعة كده واكورها، واحاول كده اخلي كل قطعة قد التانية. وانتوا لو مش هتعرفوا توازنوا بايديكم ممكن تبقوا تلموا العجينة وتقسموها ل24 قطعة، بعد كده تاخدوا كل قطعة تكوروها. ودلوقتي بعد ما خلصت الكمية كلها هغطيها واسيبها ترتاح 10 دقايق. هرش بقى رشة بسيطة من الدقيق تحت وفوق العجينة كمان، وهبدأ افردها على شكل مستطيل. نسيت اقول لكم واحنا بنرش رشة من الدقيق تحت العجين ما نزودش قوي عشان واحنا بنفرده ما يعملش فراغات، يعني يا دوب نرش رشة بسيطة كده عشان نقدر نفرد العجين. شايفين العجينة ما شاء الله عشان اختمرت كويس ومن طراوتها بتتفرد بسهولة جدا. هنا بعد ما فردتها على شكل مستطيل هاخد اول طرف منها كده واقفله كويس على بعضه. دلوقتي هلفها رول واقفلها كويس من الجوانب والاطراف. وناخد بالنا واحنا بنقفلها نقفلها كويس جدا عشان العجينة ما يتخمر ما يفتحش ويبقى شكله مش لطيف. بعد ما قفلتها هبرمها عشان اطلع اي هوا، وعشان كمان الرغيف يبقى بسمك واحد. واخلي بالي وانا ببرمها اسوي الاطراف. ودلوقتي وانا بحط الرغيف هخلي الناحية اللي قفلتها تبقى تحت. وزي ما انتوا شايفين انا حطيته هنا على ورق زبدة، انتوا ممكن تحطوه على صينية مدهونة زيت بس. وانا برص العجين كمان هخلي فيه مسافة بين كل رغيف والتاني. بعد كده غطيته وسبته ساعة كمان لحد ما تضاعف حجمه. وبعد ما اختمر وبقى بالشكل ده هدهنه بصفار بيضة عليها معلقة كبيرة حليب ورشة فانيليا. وممكن نستبدل صفار البيض بحليب او مية عليها رشة سكر. بعد ما دهنته هحط عليه رشة من السمسم، وممكن اسيبه كده سادة ومحطش عليه اي حاجة. بالنسبة للتسوية هدخله فرن يكون متسخن كويس جدا من قبلها على درجة حرارة 180، وهحط الصينية على الرف الوسطاني والفرن يكون شغال من تحت بس لحد ما ياخد لون ذهبي. بعد ما ياخد لون ذهبي من تحت هولع الشواية عشان ياخد لون ذهبي من فوق.
وبياخد وقت في التسوية من 10 ل15 دقيقة. وهنا كنت دهنت الشوية دول بحليب وعليه رشة من السكر، وطلع برضو شكله حلو. اهم حاجة بقى عشان العيش يفضل طري، بعد ما يخرج من الفرن على طول نديله رشة مية ونغطيه بفوطة ونسيبه متغطي 10 دقايق. بصوا بقى هنا ده العيش اللي كان مدهون بحليب، وده اللي كان مدهون ببيض. الاتنين صراحة احلى من بعض بجد يا جماعة. العيش كان روعة، من حلاوته وطعامته يتاكل حاف. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.